المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا، دعوة للحد من اقتلاع الأشجار في قندع، أنشطة نفير تنموية في مديرية قلعلو، 16 قتيلا مواليا لإيران في ضربات إسرائيلية على شرق سوريا. طرفا النزاع الليبي نالا كميات كبيرة من الإمدادات العسكرية منذ يوليو. وألمانيا تؤكد تصميم المعارض الروسي نافالني وتطالب موسكو بتقديم توضيحات. أهلا بكم مشاهدينا. إعلان من وزارة الصحة. أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 3 سبتمبر في مركزي أديبرا وشلال وللعزل في إقليم قاشبركة عن إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا، منهم 10 من المصابين في مركز العزل بأديبرا وواحد في مركز العزل بمنطقة شيلالو. وقدم المصابون كلهم خلال الأسابيع الماضية من السودان بطريقة غير نظامية. في غضون ذلك شفي 11 مواطنا من المصابين بالفيروس، وكانوا يتلقون العلاج في مستشفيات إقليم قاشبركة، وتم تسريحهم جميعا إلى منازلهم. وبهذا بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إريتريا حتى اليوم 330 إصابة، شفي منها 295 إصابة، ولا يزال 35 مريضا بكورونا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 3 سبتمبر 2020. دعت سلطة الغابات والحياة البرية لتضافر جهود المجتمع ومدراء الضواحي للحد من اقتلاع الأشجار في مديرية قندع. وأوضح مسؤول السلطة في مديرية قندع السيد تخلوين الكداني أن المحمية الممتدة من الاتجاه الشمالي لفلفل سلمونة وحتى الجزء الجنوبي لدبر بيزن ودنقلو توجد في وضع جيد نتيجة المراقبة والحراسة، داعيا إدارات الضواحي لتقوية التوعية والمتابعة للحد من ظاهرة قطع الأشجار المستمر في ضاحيتي دماس وعقنبساء. وقال أن فحم الوقود هو السبب الرئيسي لقطع الأشجار الخضراء، ولم يتم السيطرة عليه رغم المراقبة المتواصلة، مما يتوجب تعزيز دور إدارات الضواحي. وتوجد الأراضي المحمية في مساحة 107 ألف هكتار في إقليم شمال البحر الأحمر، 103 ألف هكتار منها في مديرية قندع. بمناسبة الفاتح من سبتمبر، الذكرى 59 لانطلاقة الشرارة الأولى للكفاح المسلح، قام طلاب كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في عد قيح بقرص الشتول. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في عد قيح الشاب عواد تارقيه أن المهام التي بدأت منذ 29 من أغسطس واستمرت حتى الأول من سبتمبر اشتملت على حفر الحفر وري الأشجار وبناء المدرجات وقرص الشتول. وقال الطلاب في الآراء التي أدلوا بها أنهم سيقومون بالعناية اللازمة للشتول المقروسة. تنفذ في مديرية قلعلو أنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه. وأفاد مراسل إيرنا أن النفير الجاري بتعاون السكان وقوات الدفاع يشمل صيانة طريق قلعلو ففور عسعيلة والذي جرفته سيول، وتحويل السيول التي تدخل بلدة قلعلو. وأوضح السكان بأن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه التي قاموا بها في السنوات الماضية ساهمت في تنمية المياه الجوفية ورفع الإنتاج الزراعي واستقرار التربة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قتل 16 مسلحا مواليا لإيران على الأقل في ضربات شنتها طائرات يرجح أنها إسرائيلية على شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس أن القتلى ينتمون إلى فصائل عراقية وموالية لطهران، وقتل 7 منهم عند أطراف مدينة الميادين، بينما قضى 9 الآخرون في ضربات جنوب البوكمال في محافظة دير الزور. وتعتبر
هذه القارة الإسرائيلية الثانية في غضون أسبوع بعد قارة أولى نفذت يوم الاثنين الماضي ضد قوات النظام خلفت 11 قتيلا. وأعلنت دمشق أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مطارا عسكريا في وسط سوريا بعدد من الصواريخ، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت القسم الأكبر منها. ونادرا ما تؤكد إسرائيل شنها قارات على سوريا إلا أنها تقرر أنها تواصل تصديها لما تصفه بمحاولات طهران الداعمة لدمشق لترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني. أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عن أسفها للانتهاكات المتواصلة للحظر الأممي المفروض منذ 2011 على إرسال أسلحة إلى هذا البلد. وقالت ويليامز مخاطبة أعضاء المجلس أنه منذ 8 من شهر يوليو هبطت نحو 70 رحلة إمداد في المطارات الشرقية دعما لقوات المشير خليفة حفتر، في حين تم إرسال 30 رحلة إمداد إلى مطارات في غرب ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني. وأضافت خلال جلسة خصصها مجلس الأمن لبحث الأوضاع في ليبيا أنه على قرار ذلك رست حوالي 9 سفن شحن في الموانئ الغربية دعما لحكومة الوفاق الوطني، فيما أفادت التقارير بوصول 3 سفن شحن دعما للقوات التي يقودها حفتر. ولفتت المبعوثة الأممية إلى أن الجهات الخارجية الراعية تقوم بتحصين أصولها في القواعد الجوية الليبية الرئيسية في الشرق والغرب، معربة عن أسفها لأن كل هذه الأنشطة تشكل خرقا خطيرا لسيادة ليبيا وانتهاكا صارخا لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة. أعلنت الحكومة الألمانية أن الفحوص الطبية التي أجريت للمعارض الروسي أليكس نافالني في مختبر تابع للجيش الألماني أكدت وجود دليل قاطع على أنه كان ضحية تسميم بغاز أعصاب من نوع نيفيتشوك. وقالت الحكومة في بيان أنها تدين هذا الاعتداء بأشد العبارات وتطلب من روسيا إيضاحات عاجلة حول هذا التسميم. وأجرى مختبر تابع للقوات المسلحة الألمانية فحوصا لنافالني والذي أدخل للمستشفى في برلين في أواخر أغسطس إثر نقله من سيبيريا. وكشفت الحكومة الألمانية أن هذه الفحوص أعطت دليلا قاطعا على وجود مادة كيميائية عصبية سامة من نوع نوفيتشوك لدى نافالني. واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن وحدها روسيا يمكنها وعليها أن ترد على الأسئلة المطروحة بشأن تعرض المعارض الروسي أليكس نافالني للتسميم بمادة نوفيتشوك، الأمر الذي كان يهدف إلى إسكاته. وقالت الحكومة أن وزارة الخارجية ستبلغ السفير الروسي بنتائج التحقيق. انقلبت سفينة شحن على متنها طاقم من 43 شخصا وتحمل قرابة 6000 بقرة من نيوزيلندا إلى الصين، وذلك بعد تعطل محرك في طقس عاصف في بحر الصين الشرقي، وذلك وفق ما ذكره العضو الوحيد من أفراد الطاقم والذي تم إنقاذه حتى الآن لخفر السواحل الياباني. وكانت السفينة غولف لايف ستوك 1 قد أرسلت نداء استغاثة من منطقة إلى القرب من جزيرة أمام أوشيما في جنوب غرب اليابان وسط رياح قوية وأمواج عاتية وأمطار غزيرة جراء الإعصار مايساك الذي كان متجها صوب شبه الجزيرة الكورية. وقال خفر السواحل اليابانية أنه أنقذ أحد أفراد الطاقم أثناء البحث عن السفينة. وذكرت متحدثة باسم خفر السواحل أن أدبارودو قال إن أحد المحركات تعطل قبل أن تضربها موجة وتنقلب. في سياق متصل قال متحدث باسم البحرية السريلانكية أنه تمت السيطرة على حريق اشتعل في ناقلة نفط محملة بالكامل قبالة الساحل الشرقي للبلاد يوم الخميس، وأن واحدا من أفراد الطاقم والبالغ عددهم 23 أصيب بجروح. وأظهرت بيانات أن الناقلة العملاقة نيو دايموند تحمل ما يعادل نحو 2,000,000 برميل من النفط. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.